صاحية جعانة لأ ميتة من الجوع ونفسي أفطر بطاطس بس مش عايزاها مقلية، الزيت الكتير بيتعبنا جدا وكمان مش عايزاها مسلوقة. قلت بس مفيش غيرها الكاتوشكا. سمعتي قبل كده عن البطاطس الكاتوشكا؟ بطاطس لذيذة من غير زيت كتير، ولا بقى طاسة الشكشوكة اللي بالبيض اللي هنعملها. اللهم بارك. تعالي بقى خدي فكرة لفطار يوم الجمعة. سمي الله، صلي على رسول الله. كمان ما تنسيش تشجعيني بأجمل لايك وشاركي الفيديو لو عجبك مع أصحابك. ومعايا بقى بطاطستين ابتديت أقطعهم لمكعبات صغيرة. بترمي معانا على فكرة كمية كبيرة، بطاطستين كافيين جدا لأسرة مكونة من 7 أفراد. هاخد بقى البطاطس، طبعا هغسلها كويس بالمية الجارية عشان أنزل النشا بتاعها. يلا بقى في حلة على النار، هروح حاطة البطاطس القطع على طول، وفوقها هحط نص كوباية مية. أيوة، نص كوباية مية مفيش غيرها. طريقة البطاطس دي محيرة، لا هي مقلية ولا هي مسلوقة، وخفيفة وهتعجبكم جدا. حطيت بقى على نص كوباية المية حوالي 3 معالق كبيرة من الزيت، وانا هنا مستخدمة زيت الزيتون عشان الوصفة بتاعتي تبقى صحية. تقدري تستخدمي زيت الذرة او اي زيت نباتي مفيش مشكلة. كمان تقدري تحطي سمنة او زبدة، المادة الدهنية حاجة ترجعلك. شايفين نسبة المية قليلة ازاي؟ هتستوي يا مريانة. ايوه، اغطي عليها وهدي النار. لازم تهدي النار وتسيبيها تستوي في نص كوباية المية اللي مفيش غيرها. خلاص بقى كده استوت يا جماعة بعد مرور 15 دقيقة بالظبط. شايفينها انا ما بقلبش فيها كل شوية عشان مش عايزاها مهرية. احط بقى معلقة من الثوم المفروم مع الفلفل المدقوق، وكمان هحط معلقة من الكزبرة الناشفة. هبتدي احط الملح، وكمان هحط رشة من الكمون والشطة حسب الرغبة، وتقليبة كده بالراحة. والله على ريحتها، والله على خفيتها، والله على جمالها. جربوا يا جماعة البطاطس الكاتوشكا دي هتعجبكم جدا. في اسهل بقى من كده بطاطس؟ عمتي حبيبتي ربنا يديها الصحة والعافية كانت دايما تعملها لنا. وعايزة اقول لكم كمان ما بتحطش عليها لا فلفل ولا توم، يعني مجرد الزيت ويستوي في المية زي ما عملنا، وملح وكمون وفلفل اسود، وتاكلي احلى بطاطس كاتوشكا. دلوقتي بقى بجهز لطاسة الشكشوكة بالبيض. تحفة يا جماعة. الطريقة دي هي طريقة تركية بس الصراحة خطيرة، لازم تجربوها. قطعت بصلاية، طماطمية كبيرة، قرن فلفل اخضر، ومعايا هنا بقى روست لحم بقري ايطالي. بصوا بقى الكيس ده انا كنت جايباه من العمره وانا بتسوق في السوبر ماركت. عجبني شكل اللحمه الروست دي قوي، وقلت اخدها اعملها مره فطار للعيال. شايفين مكتوب عليها 13 ريال. ما اوعوا تقارنوا خالص ما بين الجنيه والريال، ده في حته وده في حته. ومعايا بقى البيض المسلوق ابتديت اقطعه. حطيت بقى معلقه سمنه كده محترمه، ونزلت بالبصل والطماطم والفلفل، واحط فوقهم بقى شويه ملح وفلفل اسود. هسيبهم بقى يشكشكوا مع السمنه شويه كده. وعايزه اقول لكم تقدروا تحطوا بسطرمه، تقدروا تحطوا لانشون، تقدروا تعملوها بدون لحوم خالص، حاجه ترجع لكم. دلوقتي بقى هجيب الروست ده. على فكره هي دي شرايح لحمه بس رقيقه جدا وبتستوي بسرعه. هبتدي اقطعها كده، ما صبرتش حتى لغايه اما تسيح. حطيتها مجمده على طول فوق الخضار، وجبت على طول انصاف البيض ابتديت ارصها فوق اللحمه. وهات بقى رش ملح فلفل اسود، مش اكتر من كده، ما حبيتش اغير الطعم باي توابل تانية. وهغطي عليها وادي فرصة للحم كده ان هو يسيح ويستوي. خلاص كده تمام، وريحته كانت خطيرة. ابتديت بقى كان عندي شوية ميكس جبن كده، قلت يلا دلعي العيال. ما انتوا عارفين بقى يوم الجمعة اللهم بارك اللمة بتبقى حلوة. وعايزة اقول لكم زوجي كان جايب قرطاس طعمية جنب الاكلة دي، واديناها اللهم بارك. يوم الجمعة نفطر ما نعرفش نتغدى خالص. بألف هنا وشفا. خلاص قفلت عليها بس الجبنة تسيح. يلا بقى البطاطس الكاتوشكا كده قبل ما تبرد وننزل بيها على طول. والله يا جماعة خطيرة، خفيفة، زي ما قلتلك يعني حلوة قوي عن البطاطس المسلوقة. نريح معدتنا شوية من البطاطس المقلية. أنا الصراحة ولادي مدمنين بطاطس مقلية. الطريقة دي حلوة وخفيفة ولذيذة، وبجد هتعجبكم ولازم تجربوها. شوية زيت زيتون كده فوق الوش مع رشة حلوة كده من الكزبرة الخضراء. ومحدش يقولي على فكرة هي اسمها كاتوشكا ليه، يعني أنا طلعت من وانا صغيرة عمته بتقول عليها كاتوشكا. لو حد يعرف اسمها الحقيقي او يعرف عن الطريقة دي او عن البطاطس الكاتوشكا يكتب لي في التعليقات. يلا بقى العيش ابو رده، وطلعنا الجبن من التلاجة، وبألف هنا وشفا. ايه الجمال ده؟ والله طاسة الشكشوكة التركي دي ايه الدلع ده يا ام ريانة، تسلم ايدك يا حبيبة قلبي. ايوه كده، وما كنتيش تدلعي نفسك على فكرة، محدش هيدلعك. ما تحسبيش بقى عدد العيش لانك هتديها ومش هتخليها. حبايب قلبي اتمنى تكون الطريقة عجبتكم. بحبكم في الله. ما تنسوش متابعة عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله. كمان ما تنسيش تشجعيني بأجمل لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. كان معاكي شيماء محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.